لو نفسك تعملي حاجة حلوة لولادك في العيد وكمان تقدميها لضيوفك وكمان ما تكونش مكلفة، لازم تكملي الفيديو ده وتشوفي اللي احنا عاملينه النهاردة مع بعض. حاجة كده خطيرة خطيرة خطيرة، لازم تجربيها. طعمها حلو قوي، ما تعرفيش بقى هي كيكة شكلها مدي على تورتة. يعني حاجة تستاهل فعلا التجربة، وهنعملها بأقل من كوبايتين دقيق ومش مكلفة، وهتعمليها في أقل من نص ساعة. طعمها خطير. نبدأ ونسمي الله. أول حاجة في المكونات بتاعتنا عايزين بيضتين بدرجة حرارة المطبخ. ممكن تستغني عن الخلاط وتشتغلي بالمضرب اليدوي لو انت عايزة. انا بصراحة سهلت اللي على نفسي، اللي انا حبيت ان انا اعملها في الخلاط. هنزل عليهم بكمان كيسين فانيليا، كوباية الا ربع سكر. هضربهم بقى كويس قوي لغاية ما تدوب معايا السكر كده، وتلاقي اللون بتاعك كده افتح وبقى لونه كده واخد اللون الكريمي شوية. هنزل كمان بكوباية لبن او كوباية حليب. الخطوة دي اختياري، بس هي بتعلي من القيمة الغذائية وبتخلي كمان طعمها كده غني. معلقتين كبار لبن بودر. هنزل كمان بمعلقتين كبار كاكاو، وهنا مستخدمة الكاكاو الخام الاسباني. هنزل كمان بنص كوباية زيت. هضرب بقى كل الكلام ده مع بعض. هجيب بقى البولة بتاعتي وهبدأ انزل بالمكونات الجافة. دقيق، انا هنا هنزل بكوبايتين الا ربع دقيق متعدد الاستخدام، بس لازم انخله. كمان هضيف كيس بيكنج باودر وذرة ملح، بس المقطع ده ما تصورش. وهقلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض، وبعد كده انزل بالخليط بتاعي وهقلب في اتجاه واحد. هجيب بقى صينية مقاس 24 وهدهنها دهنة سمنة، وبعد كده هبطنها بشوية دقيق وهبدأ انزل بالخليط بتاعي. هصب بقى كل الخليط بتاعي وهسوي الصينية بتاعتي وهركنها جنبي كده لغاية ما نحضر مع بعض الخطوة التانية. هاتي بقى الكسرولة بتاعتك وانزلي بكوبايتين لبن، عليهم معلقتين كبار لبن بودر، ودول برضو اختياري. هنا ممكن تستخدمي حاجتين، يا تستخدمي نشا يا تستخدمي كاستر. انا هنا فضلت ان انا استخدم الكاستر. هنزل عليهم برضو بمعلقتين كبار كاستر. قلبي بقى كل الكلام ده على البارد. اول ما تتاكدي ان هم دابوا معاكي كده هترفعيهم على النار وايدك مستمره في التقليب. انا مش عايزاهم يتقلوا جامد، انا عايزاهم يتقلوا كده بسيط، لاني هصبهم على الكيكه. بصي ده القوام المطلوب، احنا مش عايزينهم تتقل جامد عشان تبقى سهله معاكي وانتي بتصبي. هجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي احنا حاطين فيها الخليط بتاع الكيكه، وهبدا انزل بالخليط اللي احنا عملناه مع بعض دلوقتي اللي هو الكاستر في النص، ما تجيبوش على الاطراف. من اول ما بدات اجهز في الكيكه وانا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180، هدخل بقى الصينيه بتاعتي وهتعمل معاها معامله الكيكه العاديه، وهعمل لها برده تيست بالخله او بحرف السكينه لغايه ما تستوي. هطلعها واركنها على جنب. عقبال ما الكيكه بتاعتنا تستوي نحضر مع بعض بقى صوص الشوكولاته. معايا كوبايه الا ربع حليب، وكمان معايا 150 جرام شوكولاته. ممكن تستخدمي الشوكولاته القوالب، انا هنا برضو مستخدماها. الاسهل اللي انت تقطعيها مكعبات صغيره عشان تسيح معاكي بسرعه. انا قطعتها لمكعبات بتسهل عليكي اللي هي الشوكولاته بتاعتك تسيح بسرعه. هرفعها بقى على نار هاديه. اهم حاجه تكون النار بتاعتك هاديه وايدك مستمره في التقليب لغايه ما تسيح معاكي. بصي ده شكلها بتبقى طعمها حلو قوي ولونها حلو. هاتي بقى المصفى بتاعتك، واهم حاجه برضو تصفيها عشان لو في حته شوكولاته كده لسه ما ساحتش ما تاثرش معاكي في الكيكه. انا الكيكه بتاعتي استوت وعملت لها اختبار وسبتها تبرد، وكمان صوص الشوكولاته بتاعي لازم يكون بارد. هبدا بقى ازوق بيها الكيكايه بتاعتي، بتديها طعم حلو قوي وشكل حلو قوي. وكمان كان عندي قطعه شوكولاته بشرتها. التزويق ده بقى بتاعك، زوقي زي ما تحبي وزي ما ولادك بيحبوا. زي ما اتفقنا التزويق ده بتاعك وبراحتك، اللي عندك حطيه. انا كان عندي شويه شوكولاته كده اللي هي الكور، حبيت اللي انا اغير من شكلها شويه تحسيها كده مديه شكل التورته مش كيكه. طعمها خطير، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.